بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. أنا عمر كامل ودي قناة ديب فيجن. هنكمل كلامنا على الداتا ساينس رود ماب. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الأول وظيفتين اللي هما الداتا أناليست وعرفنا ده بيعمل إيه، والداتا ساينتست، وابتدينا هنشوف إيه الوظائف التفصيلية اللي بيبتدي يعملها. اتكلمنا عنها بشكل عام، النهارده هنتكلم بشكل تفصيلي ونتعرف على مسميات تانية جديدة. الداتا ساينتست احنا قلنا إن هو شغلته أكتر بريدكتيف، بيتكلم على الفيوتشر داتا. طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده على حجم شركه تسمح ان يكون عندها داتا اناليست وداتا ساينتست وداتا انجينير، لكن في شركات بتبقى حجمها اصغر شويه فبيبقى هو شخص واحد بيعمل كل المهام دي، لكن كل اسم او كل مسمى وظيفه بيبقى مهتم بايه، فهو ده الحاجه اللي احنا بنحاول نوضحها بشكل اكبر. اول جزء من الشغل بتاع الداتا ساينتست ان هو يجمع البيانات، ان هو يشوف البيانات اللي احنا اتفرجنا عليها في السلايد اللي فاتت دي، وهي اشكالها بتبقى كتير جدا. اول نوع من انواع البيانات واكتر نوع مشهور هو التابيلار داتا او البيانات اللي في شكل جدول، وهي دي اللي بتبقى اكتر حاجات موجوده وتقدر تستخرجها من سيستمز كتيره، وفي داتا كتير بتقدر حتى لو هي شكلها ان اورجانيزد تقدر ترتبها جوه تيبلز وتقدر تشتغل عليها. وطبعا الاي بي اي اللي احنا قلنا دي اللي هي ازاي ان انت تقدر تخلي تقدر تستدعي بعض البيانات من سيستمز قائمه، عندك سي ار ام مثلا، عندك بي او اس، عندك اي ار بي سيستم، فانت بتقدر تخاطب السيستم ده وتاخد منه بيانات وقتيه عن طريق الاي بي اي. وكمان البيانات تانية زي الصور، زي الفيديو ستريم، زي اوديو ستريم. بس خلينا دلوقتي نتكلم بشكل بسيط على مثال، مثلا ان هو جدول بيانات. فجدول البيانات ده بيكون فيه ولنفرض عمليات البيع اللي تمت خلال سنه. فلو قلنا ان عمليات البيع اللي تمت خلال سنه متوسط المبيعات بتاع كل فاتوره مثلا في رينج مثلا 12,000 جنيه، فده الافريج بتاع الفواتير. فتلاقي فواتير مثلا بتتدرج من 3000 لغايه سي 25,000. لو طلع عندك في فتره معينه مجموعه فواتير او متفرقين على مدى السنه، مثلا فواتير بمليون وفواتير ب2 مليون، لو حبيت تعمل متوسط البيانات دي هتطلع مش مظبوطه، لان المتوسط ده لازم تستبعد فيه القيم المرتفعه جدا. كمان في بعض البيانات مثلا بتبقى كورابتد جوه البيانات نفسها، بتبقى مش مظبوطه، لازم الحاجات دي تتظبط تتنظف، تبقى مش موجوده. فهنا بتيجي بقى المرحله بتاعت الداتا بريباريشن اللي احنا ابتدينا نتكلم فيها حاليا، اللي هي ايه؟ الاورجنايزيشن، ان انت تبتدي تشوف انت هتستخدم انهي مورد بيانات اكتر، وترتبهم وتصنفهم وتعرف انت هتستخدم مين فيهم وهتستخدمه ازاي وهتستدعيه ازاي من القنوات بتاعته. هل هو عن طريق مثلا اف تي بي سيرفر، عن طريق اي بي اي، عن طريق انك تحط الحاجه في سيرفر معين، هتاخد الحاجات دي في شكل اكسل، هتاخد الحاجات دي في شكل اس كيو ال داتابيز، وتشوف هتستدعي البيانات دي ازاي. تاني مرحله كليننج، ان انت تبتدي تنظف البيانات دي من الحاجات اللي ممكن تطلع قرارات بشكل مش مظبوط، تطلع متوسطات غلط، تطلع داتا كوربت. لو انت جيت تجمع مثلا اجمالي الفواتير اللي تمت خلال شهر يناير، وانت عندك في فاتوره اصلا الرقم بتاعها في خطا من السيستم محطوط بالسالب، المجموع هيطلع غلط. فالارقام دي مفيش رقم فاتوره بالسالب، والا لازم تبقى موجوده مثلا في المرتجعات، موجوده في حاجه تانية، انما لو موجوده في الفواتير لا، لازم تبقى الارقام كلها مثلا بالموجب. فالاخطاء من النوع ده ممكن تاثر على جوده البيانات. والحقيقه حته الداتا بريباريشن دي من اكتر الحاجات اللي بتاخد جهد وبتاخد وقت، واللي بتؤثر على نتيجه البيانات، هل ان هي هتطلع، او نتيجه التحليل ان هو هيطلع كويس او هيطلع وحش. البريباريشن فهي اكتر حاجه بتاخد وقت، واكتر حاجه مرهقه في الموضوع ده. ومن المفيد ان انت تعمل الموضوع ده يعني مره واحده، ما تقعدش تعمله كل مره. فعلشان كده في وظيفه تانية اسمها داتا انجينير. داتا انجينير ده اللي بيعمل اوتوميشن للقصه دي، بحيث ان انت عملت الموضوع ده مره واحده، عملت كولكشن كداتا ساينتست، يعني عملت كولكشن للداتا وعرفت انت هتاخد ايه وهترتبهم ازاي وتعمل لهم كلينزنج ازاي، على انهي عناصر مثلا اللي هتستبعدها من البيانات، انهي عناصر هتركز عليها، ايه الحاجات الاهم وايه الحاجات الاولى، وهكذا. فالداتا انجينير بيبتدي يعمل لك الموضوع ده بشكل
يبقى اكتر منظم واوتوميتد اكتر، بنسميها بايب لاين. البايب لاين يعني زي المواسير كده، بتبقى الداتا بتخش من سورسز مختلفه وتطلع بشكل منظم اكتر وقبل الاستهلاك مباشره او العرض مباشره وهكذا، او للتحليل. طيب الداتا ساينتست هنا بيعمل شغل قريب جدا من اللي بنعمله الداتا اناليست. احنا لسه دلوقتي ما جيناش للفيوتشر، يعني هو عارف ازاي الحاجات اللي هتيجي في الفيوتشر من الحاجات دي. انا مجرد جمعت البيانات ونقيتها ونظمتها وهكذا. تظهر عندنا بقى المرحله الثانيه بتاعت الداتا اكسبلوريشن، ان انت تبتدي تستكشف بقى البيانات، تبتدي تفتح النوت بوك مثلا، تستخدم مثلا حاجات زي الباي تورش، تستخدم الجوبيتر نوت بوك، تستخدم البايثون عموما او اي لغه تانية، بس البايثون عشان هي الاكثر شيوعا يعني. طبعا والار طبعا شغل انتربرايز اكتر او شغل الشركات الكبيره لانها اسرع من البايثون وبتدي تقريبا نفس الامكانيات، فبتقدر تتعامل مع اشكال كتير. وفي سيستمز كتيره جدا بتقدر تخليك تستكشف البيانات، تبتدي تعرف بقى كل بيان من دول يعني تقدر تستفيد منه بايه. فلو مثلا جيت تقول لي مثلا اجمالي المبيعات بتاعه الفروع، طب انا ممكن اطلع منها الفروق ما بين الفروع، اقدر اطلع منها الترتيب بتاع مبيعات كل فرع بالمقارنه بالفروع الثانيه، ممكن اطلع منها التدرج اللي حاصل في منتج معين، ممكن اربطها بالكامبينز واقول ان مثلا عملت كامبين دعائيه، فانا حاليا اربط الفتره بتاعت الكامبين بالفتره بتاعت المبيعات واعرف اثر الكامبين على المبيعات واقارنها بفتره ثانيه ما كانش فيها كامبين، فتره مناسبه. فمثلا يعني لو انا عندي مبيعات من شهر 1 لشهر 3، فانا في السنه اللي فاتت كنت ببيع فيها مثلا برينج 10,000 كل شهر، دلوقتي انا عملت حمله دعائيه، فانا عايز اقارن من 1 لشهر 3 في سنه 2026، فساعتها هعمل ايه؟ هقوم جاي اشوف من 1 ل3 المبيعات عامله ازاي واقارن شهر بشهر، واشوف ان الشهر الاولاني بعت مثلا ب 25,000، يبقى هنا الكامبين الاثر بتاعها ان هي زودت المبيعات ب 15,000. فابتدي استكشف البيانات واقعد مع الناس اللي هم الدومين اكسبرت، الناس اللي شغالين في المجال ده، اذا كان المجال ده مثلا تصنيع ورق، تصنيع بلاستيك، مبيعات خطوط تليفون، ايا كان مبيعات عقارات، ابتدي اعرف منهم هم بيبصوا على ايه من البيانات وايه المهم بالنسبه لهم وايه العناصر اللي بيحبوا يقيسوها ويقدروا يعرفوها. ابتدي اتعرف على البيانات. هنقل بعد كده للمرحله الثانيه، مرحله الفيتشر انجينيرنج، ان انا ابتدي بقى اشوف ايه الفيتشرز اللي انا محتاج اطلعها من البيانات، زي الفيتشرز اللي احنا اتكلمنا عليها، الفروق ما بين الفروع، انهي فرع اللي افضل من الثاني، علاقه المنتج الاولاني بالمنتج الثاني، عشان نشوف مثلا يعني في بعض الابحاث مثلا تتكلم على ايه، ان في منتجات، منتج ايه ومنتج بي، لما يتحطوا جنب بعض دول بيتباعوا مع بيعلوا مبيعات بعض، لما يتفصلوا يتحط ده في رف وده في رف تاني ما يتباعوش بنفس السيكونس. فالحاجات اللي زي دي انا ابتدي بقى اراقبها عن طريق ان انا اعمل لها فيتشر انجينيرنج، اطلع الفيتشرز اللي في الداتا. الفيتشر يعني العناصر اللي موجوده في البيانات، ايه الحاجات اللي انا ممكن استخلصها من البيانات يسميها فيتشر. فكلمه فيتشر انجينيرنج ان انا بصنع الفيتشرز دي، يعني كأن انا بقول ايه، والله لما يجي لك بيانات من الشهر ده، هات البيانات من الشهر اللي زيه السنه اللي فاتت وقارنهم مع بعض وطلع لي الفروق في ضوء ان هي دي الفتره بتاعت الاعلانات مثلا. طب انا هنا عملت فيتشر انجينيرنج، هات لي علاقه المنتجات ببعض، فهو يجرد المنتجات ببعض، فانت تلاقي مثلا في منتجات انت عارف ان دي بتتباع مع بعض، مثلا لو انت بتعمل الداتا دي مثلا لكارفور، فانت عندك انت عارف ان مثلا السكر والشاي بيتباعوا مع بعض، لان هو الكاستمر اللي بيستهلك ده بيستهلك ده. ممكن هو يطلع لك حاجات تانية بتتباع مع بعض وانت مش واخد بالك منها، نوع معين من مسحوق الغسيل مع نوع معين من القهوه، لان هم دول ممكن يكونوا مربوطين مثلا بشريحه معينه من العملاء بيستهلكوا الحاجات دي مع بعض. فهنا تبتدي تعرف ان في حاجات بتبقى اسوشيتد مع بعض، قريبه من بعض، لما الحاجات دي بتتربط ده بيفيد في ان انت تقدر تعرف تخطط الطلب، تخطط طريقه العرض، تخطط العروض اللي انت هتعملها، العروض الترويجيه لو انت عايز تعمل عروض ترويجيه عشان تبيع وهكذا. يطلع لك مثلا الحاجات اللي مش بتتباع فتبتدي تعمل لها باندلنج مع حاجات تانية هتتباع عشان يشيلوا بعض وهكذا.
فزي ما قلنا فيتشر انجينيرنج ان انت تعمل الفيتشرز من الداتا او تطلع الفيتشرز من الداتا وتحاول تطلع علاقات ليها معنى من البيانات اللي موجوده عندك. بعد كده بقى تبتدي تاخد الداتا دي تقسمها لنوعين، حاجه اسمها تريننج وحاجه اسمها تيست. فتاخد مثلا البيانات، لو انت البيانات دي عندك تتقسم ولنفرض مثلا 100 وحده، هتاخد 90 وحده تريننج و10 وحدات تيست. ال 90 وحده تريننج دول هتبتدي تسلكت موديل ذكاء صناعي معين قادر على التنبؤ بالبيانات، فتبتدي تدربه على ال 90% من البيانات دي وتختبر اداؤه على ال 10% اللي هو ما شافهمش قبل كده، تشوفوا بقى ايه بيبريدكت صح ولا لا. اول ما هو هيتدرب الذكاء الصناعي الموديل ده، واذا كان هو الموديل المظبوط واللي ينفع مع الحاله اللي انت اخترتها، ساعتها هو هيقدر يتنبأ بالبيانات بشكل مظبوط. ولما يتنبأ بالبيانات بشكل مظبوط، انت ساعتها هتقدر تقيس الكلام ده عن طريق بيانات التيست، وساعتها اقدر بقى اعممه واقدر استخدمه بعد كده على بيانات تانية انا ما دربتوش عليها، او بيانات تانية حقيقيه بقى بعد البيانات اللي انا كنت مطلعها، فاقدر اتنبأ بالمستقبل من خلال الموديل تريننج ده. يبقى مره تانية، بعد ما جمعت البيانات، عرفت ايه هي، عملت لها بريباريشن، شلت الحاجات اللي ملهاش لازمه ورتبتها وعملت الاولويات بتاعتها، ويمكن كمان استعنت بداتا انجينير عشان يخلي الموضوع ده اوتوميتد. ابتديت اعمل داتا اكسبلوريشن، افهم الدنيا ماشيه ازاي، ابتديت اطلع فيتشرز موجوده من البيانات، فيتشرز ليها معنى معين اقدر استخدمها في الدومين اللي انا هشتغل عليه. بعد كده قسمت البيانات لنوعين، التريننج والتيست، واخترت موديل معين، موديل تريننج معين، موديل ده اي اي موديل، والاي اي موديل ده ابتديت عملت تريننج على البيانات بتاعه التريننج، ولما نجح في ان هو يطلع البيانات بشكل مظبوط اختبرته على بيانات التيست، فمادام نجح على بيانات التيست فزيها زي البيانات المستقبليه التيست دي، بس انا عارف النتيجه بتاعتها ايه. يعني مثلا ناخد مثال، لو انا قلت مثلا عدد العملاء اللي هيسيبوا الشركه في الربع الاولاني من 2026، هعمل ايه؟ هجيب البيانات بتاعه العملاء كلها في 2025، وفي كل ربع هشوف البيانات بتاعه العملاء اللي سيبوا الشركه. فانا عندي كل البيانات بتاعه العملاء، وعندي فلو انا قلت في شهر 1 2025 فانا عارف مستقبلا العميل الاكس ده هيسيب الشركه ولا مش هيسيبها، لان انا عندي بيانات شهر 3 وشهر 4 في 2025، فانا بقى عندي الحاله المستقبليه بتاعته. فانا بدرب الموديل على العميل في شهر 1 وفي شهر 2 وفي شهر 3 2025، فالموديل هيطلع لي مثلا 20 عميل يقول لي دول هيسيبوا الشركه في الربع الاول، فشوفهم بقى في الربع الاول 2025 تحقق الكلام ده ولا ما تحققش. ما انا بالنسبه لي البيانات دي كلها بيانات قديمه، كلها في 2025، فاذا تحقق الكلام ده يبقى الموديل قدر يتنبأ بيهم. هقعد اتدرب في الموديل لغايه ما اوصل لمرحله ان هو يقدر يتنبأ فعلا بالعملاء اللي هتمشي. ساعتها حتى لو وصل لنسبه نجاح مثلا 90%، فبقى الموديل عنده قدره ان هو ياخد بيانات العملاء ويقدر يقول لي مين اللي مكمل معاك ومين اللي هيمشي، وساعتها اقدر استخدمه على بيانات يناير 2026، وساعتها يقدر يطلع لي مجموعه البيانات بتاعه العملاء او مجموعه العملاء اللي متوقع ان هم يسيبوا الشركه بعد الربع الاول من 2026، وبناء عليه كاداره المعلومه دي تبقى مفيده جدا ان انا اعمل حاجه اسمها ريتنشن، وادور على العميل ده واحاول اشوف ايه المشكله اللي عنده واحاول احلها، واقيس بقى النتائج، هل هو العميل ده مشي ولا فضل موجود. فدي القصه بتاعت الموديل تريننج، ودي القصه اصلا بتاعت البريدكشن. احنا اصلا بنعمل كل الكلام ده عشان نوصل للموديل يقدر يستشف المستقبل باعتمادا على البيانات الحاليه. فيبقى زي ما قلنا بقى تاني نكونكلود الحته دي، الموديل تريننج ده بيعمل سبريت للداتا للتريننج وتيست، بعد كده سيلكت الاي اي موديل، بعد كده يترين الموديل علشان يتعلم الباترنز. الباترن ده يعني شكل العميل اللي بيمشي بيبقى شكله عامل ازاي، بيبقى ده ما جددش اخر مره، ده ما عملش كذا، ده
ما اشتراش حاجات مش عارف ايه، فده ساعتها ده خلاص، ده مش ايه، واضح ان هو مش هيجدد تاني. طيب المحصله بقى تطلع في الاخر مجموعه تنبؤات نقول فيها بقى ان النهارده البيانات كذا، والمتوقع في الربع الجاي كذا، علشان المانجرز يقدروا ياخدوا قرار على على هذا الاساس. ودي بنستخدم فيها تولز زي الباور بي اي تاني او التابلو، ودي حاجات ودي الحاجات يعني بتطلع مخرجات بشكل ايه شبه اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده. وكده يبقى احنا ابتدينا نتكلم على ايه مصطلح جديد او اللي هو بتاع الداتا انجينير او جوب جديده اللي هي الداتا انجينير، وعرفنا الداتا ساينتست الرحله بتاعته بتبقى ماشيه ازاي. طبعا في مسمى تاني ممكن تسمعه اسمه داتا ريسيرشر. داتا ريسيرشر هو ده نفسه داتا ساينتست، بس الداتا ساينتست بيشتغل في البيزنس دايركت، يعني بيشتغل مثلا في الريتيلر، محل مثلا بيبيع عطور، فالراجل ده بيعمل داتا ساينس للراجل بتاع العطور ده. انما الداتا ريسيرشر بيشتغل في مؤسسه هي اوريدي بتاع الداتا، بتعمل داتا، بتعمل شغل داتا زي جوجل، زي اوبن، زي ديب مايند، زي اوبن اي اي. الناس اللي هي بتشتغل اوريدي على الداتا هي شغلها بس داتا، المين بيزنس بتاعها داتا، مش المين بيزنس بتاعها مثلا عقارات وعايزين داتا ساينتست عشان يعمل لهم تطور في القرارات بتاعتهم ويديهم رؤيه ابعد وهكذا. لا، هم الناس شغلتها اصلا يعملوا داتا، فبيبقى اسمه داتا ريسيرشر. او طبعا في الجامعات بيشتغل في جامعه فهو ريسيرشر باي ديفينيشن. يعني احنا بعد ما تعرفنا على الوظائف اللي موجوده معانا اللي هي الداتا اناليست، داتا ساينتست، داتا ريسيرشر، والداتا انجينير، وعرفنا كل واحد فيهم بيعمل ايه بشكل مختصر جدا، بحيث ان احنا نبقى عارفين يعني الدومين ده بيتكلم عن ايه، دومين الداتا ساينس، وايه الحاجات الادوات اللي احنا محتاجينها علشان نتعلم الموضوع ده. هيظهر عندنا وظيفه تانية اسمها ماشين ليرنينج اوبريشن او ام ال او. ده بيعمل ايه؟ احنا قلنا الراجل الداتا ساينتست ده علشان يعمل العمليه المطوله اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت دي، ويطلع موديل ويعمل تريننج ويطلع بيانات، القصه دي محتاجه تعمل لها اوتوميشن برضه، زي ما عملنا اوتوميشن للداتا كولكشن والداتا بريباريشن عن طريق داتا انجينير. احنا كمان عايزين نعمل اوتوميشن للشغل اللي الداتا ساينتست ده عمله. مين اللي بيعمل الشغلانه دي؟ واحد اسمه ام ال اوبس، ماشين ليرنينج اوبريشنز. ده بيعمل ايه؟ بيوتوميت البريدكشن ماشين، الاله بقى اللي انت بتعمل بيها بريدكشن دي كلها، الشغلانه اللي احنا عملناها دي كلها، الفريم ورك اللي احنا شرحناه ده كله بيتعمل له اوتوميشن او بيبقى شكله بيتطور لشكل آلي عن طريق الام ال اوبس. ظهر بقى حاجه جديده على الساحه اللي هي اللارج لانجويج موديل من 2022. ابتدى اللارج لانجويج موديل يبقى ليه ظهور قوي وليه ممارسات قويه جوه الداتا ساينس. طب احنا ليه بقى نجيب موديلز ماشين ليرنينج ونعمل فيتشر انجينيرنج ونعمل كذا ونعمل كذا، وقايل ان احنا ممكن نفتح شات مع لارج لانجويج موديل ونعمل حاجه اسمها راج. فالراج ده يبتدي يخليه اكسس البيانات دي او يقدر يوصل للبيانات اللي موجوده على شيتات الاكسل وعلى البي دي اف فايلز وعلى الاس كيو ال وللاي بي اي وللسي ار ام وللاي ار في، وكل مصادر البيانات اللي احنا بنتكلم عليها يوصل لها بشكل مباشر، ونساله دايركت ويرد علينا. ومش محتاجين بقى الداتا ساينتست في حاجه، ولا الداتا انجينير في حاجه، ولا الداتا اناليست في حاجه. احنا عندنا اللارج لانجويج موديل ونخليه يتصل بالبيانات دي بشكل مباشر ويرد علينا في نفس الشاشه. الحقيقه الكلام ده فانسي جدا على الواقع. في بعض التصورات طبعا، بعض الناس بتبتدي تروج ان ده بقى موجود، بس ده حتى الان مش موجود. اللي موجود ان اللارج لانجويج موديل يقدر يتصل بالبيانات دي كلها ويقدر يستخرج منها مجموعه بيانات ويطلعها، بس الشغل هيبقى غير احترافي بالمره، فما تقدرش تعتمد عليه في بيزنس. تقدر تعتمد عليه في برزنتيشن. بص اللارج لانجويج موديل يقدر ياكسس البيانات، يقدر يطلع لك جراف منها، ده حاجه ظريفه جدا ويبقى مبهر وبتاع. ده بص الاله بقت بتتقدم ازاي. بس هو وجه الابهار في الموضوع ان الميكانيزم ممكنه، لكن هل هي بقت ماتشور انف وبقت موجوده انها تقدر تعتمد عليها كبزنس؟ لا، ده مش موجود. عشان كده ما زالت الوظائف دي موجوده، وما زالت في بعض الحاجات اوريدي اللارج لانجويج موديل ما يقدرش يعملها. يعني في موديلز كتيره هو مش بيقدر يحاكيها اللارج لانجويج موديل. هو في النهايه لانجويج، هو بيتعامل يعني الميزه بتاعته انه بيقدر يفهم اللغه الطبيعيه ويقدر يخرج لغه طبيعيه. فعلشان كده هو شكله يبدو ان هو بيفهم،
لكن هو في الحقيقه هو مش بيدرك، مش بيفهم حاجه معينه. وبناء عليه اللارج لانجوج موديل ممكن يعمل الكلام ده، بس حتى الان لسه الميزات بتاعته مش مناسبه لده. علشان كده طلعت حاجه جديده اسمها الاجنتيك اي اي. الاجنتيك اي اي ده عباره عن ايه؟ كل ايجنت يعني بيبتدي يقسم اللارج لانجوج موديل دي لانجوج موديلز مختلفه، كل واحد فيهم بيعمل تاسك معينه. واحد فيهم بيقرا الشيتات الاكسل، واحد فيهم بيقرا البي دي اف، واحد فيهم بيتصل بالاس كيو ال، واحد فيهم بيجيب البيانات ويجمعها، حد فيهم بيعمل بريباريشن، حد فيهم بيعمل اورجانيزيشن للداتا، حد فيهم كل دول حد ده يعني لارج لانجوج موديل صغير فبيسميه ايجنت او ارتفيشال انتليجنس ايجنت، اي اي ايجنت. فالاي اي ايجنت دول يبتدوا يكلموا بعض بقى. ده السوبر ده يبتدي يوزع عليهم المهام، يقول له انت روح تشوف اقرا لي مثلا شتات الاكسل اللي موجوده وهات لي منها المبيعات بتاعت الربع الاولاني، وانت روح هاتي من الاكسل اسامي الناس اللي في الفروع وعددهم، وانت روح هات من الاكسل مثلا من الاس كيو ال عدد المنتجات اللي موجوده، وانت اقري البوليسي بتاعت الشركه من البي دي اف، وانت اعمل كذا. وبعدين يبتدي يجمع الكلام ده كله في اطار معين علشان يقدر يطلع منه بيانات يقدر يعرضها لمتخذ القرار في الاخر. لكن ما زال الكلام ده تحتيه شغل كتير، ولما يطلع ويبقى جاهز للشغل ساعتها ممكن يبقى استبدال شويه للوظائف اللي موجوده دي. بس الناس دي طبعا هتبتدي تشتغل كداتا ريسيرشرز ويبتدوا يصنعوا هم اجنتيك اي اي ويبيعوا. فهي ما زالت الناس اللي بتشتغل هنا هم ما زالوا في الدومين، هم ما زالوا عارفين هم ايه اللي بيحصل وعارفين الدنيا ايه، بس هم يعني ايجنت اي اي مش هيستبدلهم، هم هيعملوه اصلا، هم اللي هيصنعوه ويبيعوه. لما لو حد تاني بره الدومين ده فهو اصلا مش هيبقى عارف ايه اللي بيحصل جوه ومش هيعرف ازاي يستفيد منه. ارجو كده ان تكون الرود ماب بسيطه جدا باختزال كبير جدا، بس هي بقت واضحه دلوقتي ايه موضوع الداتا ساينس وايه الوظائف اللي موجوده اللي بتطلع لما نيجي ندور على الوظائف دي، وايه الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها بشكل مبسط جدا على الداتا ساينس عشان نبقى عارفين نشتغل. بشكركم جدا لو وصلت معايا لغايه الوقت ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.